سمار بالظبط وزي رحاب وكان يا شيخ ياسر، لا انا حطيت الميوت، بس رجاء نهدوا شوي رجاء. طيب بدك اجيب لك يا شيخ ياسر. سعيد انت عارف ان انت بتتاخد يا سعيد ورا التلاقي، انت عارف الكلام ده كويس. طب يا عم المايه تكدب الغطاس. طيب يا عم المايه تكدب الغطاس. ابعت لي مره. تعالى كدب الغطاس، احلف قدام الناس اللي انت ما قلتليش. ابعت لي مره. عاوره واحد جنبك زي ابراهيم كان بيحلف. اسمع امسك عوض واحد جنبك زي ما ابراهيم عندك حلقه في الكتاب المقدس، واحلف ان ما حصلش معاك ان الراجل خدك ورا الثلاجه وانت اللي قايل بنفسك. وانت اللي قايل ان الراجل المسيحي البروتستانتي لما كنت شيعي ورحت له وقعد يقرا لك والله محبه، وقلت لي كنت ساعتها كنت لسه سامع وقاري صلاه اللهم مش كذاب. لا انت مش كذاب. لا انت عرس كمان. يعني مش كذاب بس لا عرس. يعني ما كان بيتاخد. طب عندك دليل؟ وزي ما كانت الجدات هناك كانوا كده. انا طلعت عشان شمعون محترم. طب ما انت كلمتني، مفيش انت اخر مره لما كلمتني واتفقنا خلاص قلت لي اخر مره لما كلمتني واتفقنا على المناظره قلت لي ايه يا شيخ؟ اسمع سعيد اخر مره يا جماعه اخر مره كلمني ياسر، عارف قال لي ايه يا شمعون؟ اخر مره قال لي ايه؟ قال لي يا سعيد لو اسلمت قال لي يا سعيد اخر مره كلمني قال لي يا سعيد لو اسلمت هوديك لام عمار ترضع منها. حصل ولا لا يا ياسر؟ حتى بالاماره قلت لك الحلمه لا تثير. طيب يا شباب لو سمحتوا يا شباب طيب يا شباب خلونا نحط نقطه. لا تثير نحط نقطه. انا هاخد شويه. انا مش هاخدهم لو سمحت يا شيخ يا ماهر. انا سعيد بريء من تهمة عبير عند كيلو 21. انا اللي برأتك ليه؟ يا ماهر خلاص يا ماهر قول يا عم سمعون. انا طلعت يا ماهر لما واحد يعمل فيها راجل يعمل يا ماهر بس دقيقة يا ماهر معاي يا ماهر نبيل يا ماهر والله لا تسمعني انت ولا انا عم بسمعك. قول قدام الناس انا ما قلتش تقريبا يومين. قول قدام الناس، قول يا سعيد قدام الناس اللي انت ما حكيتليش بلسانك ان الراجل بتاع السوبر ماركت المسيحي اللي خدك اللي عندكم خدت بالك، واللي انت قرا لك الرب اللي احبوا اعداءكم، وكنت ساعتها بتصلي وتسمع من الشيعه اللهم لعن صنمي قريش، ولقيت ايه المحبه اللي هنا دي، وانت نص ساعه عمال تحكي لي اختبارك، والراجل خدك وخدك ورا الثلاجه، وبعد كده طلعت عنده البيت، وبعد كده عمتك بروتستانتي، وبعد كده اللي حصلت معاك دي ولا ما حصلش معايا كل ده. ايوه انت ضررت بس ده ما ينفيش ان نبيك مركوب. بس برضه كله ما ينفيش ان نبيك مركوب. هل هذا ينفي انك مركوب؟ اللي بيحكي فيه الشيخ ده يا جماعه. الشيخ اتصل بي قال لي يا سعيد بيسمعوك يا الصوره قال له وانا قعدت سنه ونص. انا قعدت ماهر عرفت يا شمعون انك كذاب. قالوا لي يا ماهر طب رضا خلقيله قال لك يا عرس ليه؟ فاكر رضا خلقيله ما لك يا عرس؟ خلونا بس نحط نقطة يا شباب لو سمحتوا، خلونا نحط نقطة. ياسر انت دائما في عندك قراءات. ما ينفيش ان النبي تركب، كل ده ما ينفيش ان النبي تركب، وان ياسر متولي موجود وهو صاغر، والمسلمين هيطلعوا دين امه النهارده. يا خلاص خلونا نحط نقطة. الشيخ ياسر دائما عنده ملاحظات داوود، ما شفت له بث الا بيجيب سيرة داوود. طيب انت تعرف انه هاي القصص يا شيخ ماهر اللي بتحكيها انت عن الغلف وعماليق وشاول والى اخره كلها مذكورة عندك؟ على فكرة ده باعتراف الشيخ رضا خلقيله عرس. قال له يا عرس مش قال لك رضا عرس؟ نعم. هل تقدر تنكر انت عرس؟ إله انا سمعت والله رضا قال عليك عرس. رضا الشيخ هل هذا ورقها بتاعك بالكاميرا؟ انا بقول لك انا اتحداك لما دخلت هل هذا ينفي وانت بتاكل حتى مش راجل. هات حاجه دليل ادانه عليا انا، صوره ليا موجود الفيديو بتاع رضا خلقيله لما البنت سكتت معاها وطلعت فضحتها. هات الخلفيه واحنا مالنا يا متولي.
وطلع رضا فتح وطلع رضا فتح بث مباشر عليه لكن بص على الاقل ما هو يا بتاع البنات حاجه زي داوود يا عم، ايه رايك؟ سألك انت عرش مش احسن ما يتعمل فيك تطلع سيف زي الاله انت عرش يعني اثبت عليك هل هذا ينفي انك بتاع بنات؟ بما انك انت عرش يبقى لك هل هذا ينفي انك تضحك على المسلمات وتعريهم؟ لان النبي شرع التعريس في حديث سعد بن عباده لما سعد بن عباده قال له يا رسول الله ان وجدت مع امرأتي رجلا امهله حتى واربعه شهور فقال نعم، فانت كده بتثبت ان انت عارف زي النبي والاعتراف سيد الادب. يلا يا خول يلا فضيلة الشيخ قلقيلي حكى عنك بتاع بنات قالوني